السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله النهارده هنحل 10 الغاز. مستوى الالغاز سهل جدا، ونبدا باول لغز معانا. الدور على الابيض وعاوزين افضل نقل للابيض. لو جينا حللنا القطع هنلاقي الطابية على نفس العمود مع الملك، طبعا مهدده العسكري ده اللي هو في الجي 6، وفي نفس الوقت الفيل ضارب الوتر اللي على خط الملك، فطبعا عسكري الاف 7 ما يقدرش يحمي الجي 6. فببساطة بالطابية ممكن اكل العسكري اللي في الجي 6 وهو الكش ملك. طبعا هيتحرك اجباري الوزير ليه الخانة دي في الجي 7، كش ملك مات. تعال نشوف تاني لغز معانا. الطابية حامية مربع الجي 6 ومعايا فيه الابيض، هقول كش ملك اجباري لازم يتحرك هنا يا هنا. وطبعا اجباري لو قلت له كش ملك بالطابية هيبقى كش ملك مات، لان الفيل هيكون ضارب الخانتين دول او المربعين دول. فتعالى كده نشوف. كش ملك طبعا اجباري، كش ملك بالطابية كش ملك مات. تعالى نشوف اللغز رقم 3. هنا الطابية مهددة الوزير، وفي نفس الوقت انا مهدد الوزير الابيض. طب انا لو اكلت الاول هو هياكل الوزير بكش، فانا لو جيت اكلت الطابية الاول هقول له كش ملك هياكل، وبعد كده اكل عادي الوزير بالعسكري، وانا معايا طابيتين هو معاه طابية وحصان. كده في مكسب للاسود بتفوق الطابيتين على الطابية والحصان. تعال نشوف اللغز رقم 4. في اللغز ده الدور على الابيض. طبعا النقلة دي نقلة فورك، او اللغز ده فيه فورك او الشوكة، ان انا ببقى مهدد قطعة او بقول كش ملك ومهدد قطعة في نفس الوقت. قطعة طبعا ببلاش. الوزير لو جه قال كش ملك في مربع الاي 4 هنا كده، طبعا كش ملك هو غطى بالوزير والحصان ببلاش، فطبعا كده انا كسبت قطعة. الابيض معايا 6 قطع والاسود 5، فكده يبقى في تفوق للابيض. خامس لغز معانا. دلوقتي الدور على الاسود وعاوزين افضل نقلة. طبعا دلوقتي انا معايا كش بالكشف، ان انا لو اكلت بالعسكري ده هيبقى في كش بالكشف عن طريق الفيل، فاقول له كش ملك هيتحرك معايا. بعد كده ان انا اكل الطابية، يعني لو اكلت العسكري ده يبقى اجباري اكل الطابية. الطابية طبعا ملهاش حركة. كده في الموقف ده انا معايا تفوق، ان انا بعد كده هاكل الطابية. ملكه طبعا يعتبر في الشارع لانه خرج طبعا من مكانه، دلوقتي في نص الرجعة هو اللي بيهاجم، فطبعا ده بيشكل خطر عليه اكبر، وكده في تفوق للاسود. تعال نشوف الموقف رقم 6. دلوقتي الدور على الابيض. دلوقتي الحصان الاسود اللي في سي 3 طالب الطابية، وفي نفس الوقت اللي حاميه بس العسكري، والطابية على نفس الفايل بتاع الوزير. فبمعنى اصح انا دلوقتي لو اكلت الحصان بالوزير هو هياكل بالعسكري، انا هاكل الوزير عادي جدا ويبقى معايا تفوق في قطعة. تعال كده نجرب مع بعض. انا اكلت هو اكل، انا اكل الوزير، ويبقى كده تفوق معايا. حتى لو هو بعد كده عاوز يقدم العسكري اقدر اجيبه عادي جدا بالحصان. طبعا ما ينفعش ان انا اجيبه في الدي 3، لان بعد كده مقدما هيجي هو بالطابية في الاي 8 وينزل بعد كده يهدد الملك، وكمان يحمي مكان الترقية، ويبقى كده الموقف تعادل. ولكن افضل نقلة للابيض ان هو يجيب الحصان هنا عشان يمنع بعد كده الترقية، ويمنع كمان الطابية نزولها هنا. فكده خلاص مش هيبقى قدامه غير ان هو يجي هنا بالطابية. طبعا حتى لو جه هنا طبعا يحمي العسكري، هنخلي طابية في طابية. حتى لو هو بعد كده عاوز يهدد الحصان اقف بالحصان قدام العسكري، هيرجع طابية هاكل العسكري واحمي الحصان. فكده في تفوق للابيض وكمان مكسب. تعال نشوف اللغز رقم 7. الدور دلوقتي على الابيض. انا عندي بالوزير كش ملك هنا على البي 5. طبعا في هنا عسكري مانع الملك انه يتحرك هنا، ومانع طابية منع الفايل ده الملك يتحرك فيه. طبعا ما يبقاش فيه غير هنا وهنا بس للملك انه يتحرك على الاي 7 والدي 8. وعندي بعد كده ان انا اكل الطابية، فكده كش ملك هيتحرك برضو كش ملك اكلت كش ملك. كده طبعا في تفوق للابيض، يعني الملك لو اتحرك هنا في البي 8 الوزير هنا يجي يقول كش ملك مات. طب لو اتحرك هنا عندي انا الكش دي واكل الطابية، وابقى كده متقدم في الجيم، ويبقى في مكسب للابيض طبعا. تعال نشوف اللغز رقم 8. الدور دلوقتي على الاسود. طبعا ده حله سهل جدا، وزير وملك على نفس الفايل. فانا لو جيت بالطابية قدام الوزير هاكل الوزير ببلاش، فكده كش ملك. طبعا الملك اتحرك اكلت الوزير ببلاش. تعال نشوف اللغز رقم 9. الدور دلوقتي على الابيض، عايزين افضل نقلة.
طبعا دلوقتي الوزير ضارب الوتر ده، وعندي دلوقتي حصان على الاف 4. لو جيت انا هنا كده في الجي 6 او الكش ملك، في نفس الوقت مهدد خانة الاي 7، فكده لازم الملك انه يتحرك في الاي 8. كش ملك هيتحرك في الاي 8. عندي بعد كده نقلة الوزير في الجي 8، اقول له كش ملك مات. كده كش ملك مات، ملوش حركة طبعا هنا في الحصان، وهنا الطابية ماسكة الفايل ده، وما يقدرش الملك يتحرك في المربعات دي، وما يقدرش كمان ياكل الوزير. تعال نشوف اللغز رقم 10. الدور دلوقتي على الابيض، الفيل الابيض والفيل الاسود طبعا اوتارهم مفتوحه، فعندي الكش بالفيل الابيض على البي 5 كش ملك، فالملك اتحرك. عندي كش ملك تاني بالفيل الاسود على البي 4 كش ملك يغطي بالحصان. دلوقتي عندي نقله قويه جدا ان انا هاكل. طبعا اقول له بالفيل كش ملك، عنده حل من الاثنين، يا اما ياكل بالوزير ساعتها هاكل الطابيه، يا اما يتحرك بالملك وساعتها هاكل الوزير، ويبقى كده طبعا المكسب للاسود. بس كده احنا وصلنا لنهايه الفيديو، يا رب يكون استفدتوا من الفيديو ده، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جايه، وفي امان الله، مع السلامه.